هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. من أهداف إذاعة الوفاق تحكيم الدستور واستتباب العدل، تحقيق المساواة لدى كافة أبناء الوطن، والعيش في ظل الاحترام المتبادل، كما تهدف إلى العمل على إسقاط النظام الهقدف الجائر وإنشاء كيان يسوده العدل والإنصاف، وتهدف أيضا إلى تمكين الشعب من امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية لبلده، والعيش للشعب الإريتري بالمساواة والسلام والوئام والاحترام المتبادل، وإبعاد نظام هقدف من السلطة، وإحقاق العدل، وتشجيع شعبنا في الداخل والخارج لمواكبة قضايا البلد مجتمعين. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من إذاعة الوفاق نحييكم ونقدم لحضراتكم بثا جديدا لهذا اليوم السبت 23 من نوفمبر للعام 2019، وتستمعون في بث هذا اليوم إلى الفقرات التالية. نستهل بثنا لهذا اليوم بنشرة لأهم وآخر الأنباء، يلي ذلك مقالا بعنوان القرن الإفريقي الجديد من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله الجبرتي. مستقبل بقاء النظام الإريتري في ضوء المتغيرات الراهنة، هذا هو العنوان للمقال الثاني في طار بثنا لهذا اليوم. المقال من إعداد الأستاذ صالح أشواك وتقديم الزميل عبد الرحيم عثمان. هذا وتتخلل فقرات برامجنا فواصل غنائية من مكتبة الغناء الإريتري. نتمنى لكم متابعة طيبة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. منع تأدية خطبة الجمعة في بعض مساجد مدينة مندفرة، وانطلاق قناة فضائية إريترية معارضة للنظام في أسمرة. إلى تفاصيل النشرة يقرأها عليكم الحسن إبراهيم. أفادت مصادر موثوقة لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية بأن عناصر مقنعة تابعة لأجهزة نظام سياسة القمع
اعتقلت في حملة واحدة مساء السبت في حوالي الساعة 10 من نوفمبر للعام 2019 23 مواطنا مسالما من منازلهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة في عربات خالية من اللوحات. وأشارت ذات المصادر أن تلك العناصر قامت بإسكات الأسر المذعورة من جراء المداهمة الليلية تحت تهديد السلاح. وفي سياق متصل أورد المصدر بأن عناصر من ضباط أمن النظام جاءوا إلى بعض مساجد مندفر يوم الجمعة 15 من نوفمبر الجاري، وأمروا أئمة المساجد بعدم إلقاء الخطبة، مما اضطر المصلين من أداء الصلاة دون خطبة الجمعة. قام مجموعة من الشباب الإريتري المعارض للعصابة الحاكمة في إريتريا بإطلاق فضائية تلفزيونية تحمل اسم سبتمبر 61 SBC 61، حيث تبث برامجها على القمر العربي نايلسات، وتستهدف القناة ببثها جموع الشعب الإريتري داخل إريتريا والدول المجاورة بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط. ويأتي إطلاق هذه القناة دعما للإعلام المعارض باعتباره سلاحا مهما في عملية إزالة النظام الدكتاتوري في أسمرا. هذا وقد بدأ البث التجريبي للفضائية بداية شهر نوفمبر الجاري. إذاعة الوفاق تتقدم بالتهاني والتبريكات لقوى التغيير عموما والشباب القائم على أمر القناة خاصة، وتتمنى لهم المزيد من التقدم والتطور. هكذا أيها السادة والسيدات، قرأت على حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أتمنى لكم متابعة طيبة مع ما تبقى من فقرات برامجنا لهذا اليوم، حتى اللقيا بكم في فقرات أخرى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم. نتحدث في هذه الحلقة عن القرن الأفريقي الجديد ومستقبل الجغرافيا السياسية في الإقليم. وقد اصطلح السياسيون الباحثون على تسمية أقصى منطقة شرق أفريقيا باسم القرن الأفريقي لمشابهتها للقرن الممتد إلى خارج القارة الأفريقية هو المحيط الهندي. وقد نال القرن الأفريقي حظه من البحوث التاريخية والدراسات السياسية والاستراتيجية والجيوسياسية، وذلك بسبب الحراك السياسي الذي يمر به منذ العقود الثلاث السابقة وحتى اليوم. أشار حرب التحرير الإريترية ضد المستعمر الأثيوبي، وأخيرا أصبح الصومال بعد سقوط دولته النظامية بداية تسعينيات القرن السابق هو عنوان هذا القرن وما يدور حوله من حديث وأحداث محلية داخلية وإقليمية. ويشمل القرن الأفريقي في العرف السياسي القائم كل من دولة جيبوتي والسودان وأثيوبيا والصومال وأريتريا. واستلهمنا اسم الموضوع من اسم مقترح إعادة ترسيم وتخطيط منطقة الشرق الأوسط تحت اسمه فكرة الشرق الأوسط الجديد، والذي تجري صياغة حدوده وهندسة مكوناته الجديدة في ولادة قيصرية متعثرة يشهدها ويشارك فيها كل دول الإقليم، معظم الدول الاستعمارية القديمة، إضافة للقطب الدولي الكبير الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الدب الروسي وريث الشيوعية والاشتراكية السوفيتية السابقة، إضافة دولة الصين المارد الاقتصادي الذي وضع يده على أفريقيا أخيرا. المتابع لأوضاع القرن الأفريقي خلال العقود السابقة يلاحظ التدهور الكبير في كل مقومات الدولة الصومالية ومساهمة دول الجوار في ذلك، إضافة إلى محاولات التدخل من القوى الدولية فيه لتحقيق وحماية مصالحها. ينقسم الصومال إلى دويلات متفرقة أصبح نموذجا وبيئة جاهزة لتنفيذ أي خطة دولية وإقليمية فيه لتشكيل القرن الأفريقي الجديد. فجنوب الصومال دولة قائمة بذاتها تصارع نفسها ومجتمعها وتعاني أمراضها، ولم تستطع كل المحاولات الدولية والتدخلات الإقليمية إخراجها من الوحل الذي تغوص فيه عميقا. ولا يخفى أن ضعفها وتشتتها وهشاشتها القائمة سيجعلها مطية سهلة لتحقيق مصالح الآخرين وأطماعهم، وهذا طبيعي جدا في السياسة الدولية. الدولة الإريترية الوليدة هي الأخرى الأكثر هشاشة وضعفا في مقوماتها السياسية والاقتصادية. فإريتريا منذ اختيارها الاستقلال عن أثيوبيا أواخر القرن السابق لم تستطع تحقيق أي تقدم أو استقرار داخلي أو خارجي، مما جعلها مهددا للاستقرار السياسي والاقتصادي بل والاجتماعي لدول الإقليم أجمع. وقد عجز النظام الإريتري عن مواصلة ما حققته الثورة الإريترية بالاستقلال عن أثيوبيا رغم توفر كل الإمكانيات المحلية والفرص الإقليمية والدولية لها
لتكون رغما إقليميا ودوليا على كل الأصعدة. وتعتبر إريتريا ونظامها القائم الأضعف بين دول الإقليم اقتصاديا وتماسكا اجتماعيا، إذ ليس هناك أدنى فكرة عن أسلوب الإدارة السياسية الداخلية والخارجية والاقتصادية للدولة الإريترية حتى اليوم، إضافة إلى تمدد الفجوات الاجتماعية بين الوسط السكاني الإريتري التي لم تكن ذا بال في السابق. وقد عمق النظام الخلافات الاجتماعية والدينية بين أفراد المجتمع الإريتري، وزاد من ذلك تكوين كل الإثنيات والجهويات الدينية الإريترية خارج إريتريا لمنظمات سياسية مناوئة لبعضها وللنظام، وبذلك أصبح الوضع الإريتري ملغوما لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإريترية في حالة حدوث أي تغيير في البلاد، وهو ما يجري التخطيط له من قبل مجموعات المعارضة الإريترية بالتعاون مع الجهات إقليمية ودولية. من الضعف القائم والهشاشة المعاشة للواقع الإريتري جعلها تتزيل كل قوائم الفساد وحقوق الإنسان والصحافة والتعاون الإقليمي والدولي، إضافة إلى النزيف الهائل والمستمر من السكان الذي جعل أكثر من نصف سكان الدولة لاجئين في كل دول العالم، وهو ما يضيف المخاوف من مستقبل التعايش الاجتماعي والديني في إريتريا المستقبل. أما في الدولة السودانية فبعد سيطرة مجموعة الإسلاميين على الحكم نهاية القرن السابق ومعاداة المجتمع الدولي لهم وتفعيل كل وسائل القوة السياسية والعسكرية لإسقاط نظامهم وصمودهم أمام كل ذلك، فقد تمكنوا من التخلص من أكثر الأجزاء إضرارا بالإقليم بالاستقرار السياسي والاقتصادي للسودان، بإعطاء الجنوب حق تقرير مصيره ومن ثم انفصاله، وهو ما جعل الدولة السودانية تستقر لفترة وجيزة حرك بعدها المجتمع الدولي أطرافه مرة أخرى ليعيش السودان الصراع بشد الأطراف في جنوبه الجديد وغربه وشرقه. وسيظل السودان يدفع ثمن محاولته للانتماء للفكر الإسلامي والعربي ومحاولاته تصدير ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، ولن تتوقف محاولات الغرب من تغيير النظام في السودان، ولن يرضى عن كل تنازل يقدمه النظام الإسلامي السوداني. ويستمر الصراع في منطقة دارفور السودانية ضمن خطة الدول الغربية لإضعاف ومعاقبة النظام السوداني بشل حركته نحو الاستقرار والتنمية وصولا إلى فصل غرب السودان. إضافة إلى ذلك نجد الحروب التي تشنها المجموعات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تباركها أيضا الدول الغربية وتدعم مطالبها وتجعلها مطية لاستمرار الضغوط السياسية الدولية على النظام السوداني السابق. استطاع النظام السوداني السابق أن يتوصل إلى اتفاق وحوار مع أهم ما يعطل استقراره ومحاولاته التنموية، وهي المعارضات المسلحة في الشرق والغرب والجنوب، وتمكنت من فرض نوع من الاستقرار والسيطرة شبه الكاملة على الأوضاع الميدانية في مناطق الحروب، كما استطاعت أيضا تفتيت واختراق معظم المعارضات السياسية وجرأ نحو الحوار والعمل السياسي وتحييدها في المحاور التي تمس وحدة السودان في المنظمات الدولية والإقليمية. رغم كل الجهود التي يبذلها السودان إلا أن استقراره مرهون بمزاج المجتمع الدولي والذي تسيطر عليه رغبة تقسيم السودان بناء على فكرة بريطانيا المستعمر السابق للسودان والمتحكم في مصيره في الأوساط الدولية. والحركات المتمردة في دارفور ما تزال تحلم بالانفصال وتغيير مصيرها، متبينة الخريطة السياسية التي رسمها الغربيون لتقسيم الجزء الغربي من السودان. إضافة إلى ذلك الحركات المتمردة في شرق السودان والتي تعتبر النواة المدفونة لتنفيذ مشروع تقسيم شرق السودان، التي يمكن تنشيطها لخنق السودان في شرقه بتزكية الصراع القبلي والجهوي وبدعم من دول الجوار التي ترعاهم. ما سبق فإن استقرار السودان وحدته ما زال مرهونا برغبة المجتمع الدولي والمستعمر القديم ورضاهم عن نظام الحكم الذي يكون في السودان، وهو مهما حدث من تنازلات وتغييرات لن ترضى باستقرار الفكر الإسلامي والعروبي، لأنها تعتبره المهدد لاستقرار ومستقبل المنطقة والإقليم. وسيظل السودان على نار هادئة يسخنها الغرب من حين لآخر، وسيكون السودان مكان الضعف السياسي على المستوى الأفريقي والعربي غير معروف المصير، متقلبا في محاولاته للاستقرار والتنمية. وسيساهم الفساد الإداري الرسمي والسياسي السائد في السودان في لعب دور مضاد لاستقرار السودان الاقتصادي والسياسي، وهو لا يخلو من تدخلات خارجية لإفساد محاولات النظام السوداني الاستقرار والتنمية. وزاد أثره بعد أن أصبح ثمة وصفة ملازمة يوصف بها النظام السوداني السابق بين الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية، وأصبح مضاعفة لهروب وابتعاد فرص الاستثمار الخارجي الضخمة والمفيدة. في أثيوبيا استطاع الأسد الأثيوبي من النهوض بعد كبوته الطويلة تحت النظم الإقطاعية ثم النظام الشيوعي السابق، بعد تغيير النظام الشيوعي على يد المجموعات القومية المعارضة والتخلص من معضلة الصراع الإريتري الأثيوبي بإعطاء إريتريا حقها في تغيير المصير. حققت أثيوبيا استقرارا سياسيا واجتماعيا كان هو المعوق الأكبر للتنمية في أثيوبيا، وأفاد كل ذلك في تنفيذ برامجها الواسعة في التنمية الاقتصادية والسياسية وجذبها لرؤوس الأموال الخارجية
لما تمتعت به من قوة في إدارة مؤسسات دولتها ووعي عال لمواطنيها بعد مشاهدتهم لما يصنع الاستقرار والحوار والديمقراطية النسبية لهم. بعد وصولها إلى الاستقرار السياسي المحلي عمدت اثيوبيا إلى تثبيت موقعها الإقليمي والدولي، فتمكنت بذلك من تلميع شخصيتها إقليميا ودوليا، فنالت بذلك رضاء المجتمع الإقليمي والدولي، وأصبحت مرجعا للقوى الدولية والقارية والإقليمية تترأس وتتبنى حل مشكلاتهم وترعى مصالحهم، واستطاعت بذلك أن تكون المحرك القاري القوي المساهم في ترتيب البيت الأفريقي الداخلي عامة والقرن الأفريقي خاصة. على المستوى الإقليمي في القرن الأفريقي أصبحت اثيوبيا القوة التي لا يمكن القيام بأي دور فيه بدون إذنها أو رضائها على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، فيتحكم اليوم بمصير الاستقرار في الصومال سلما وحربا، إضافة إلى تحكمها المباشر وغير المباشر في الدولة الإريترية الوليدة كعادة الدول المستعمرة السابقة. إذن لن تستطيع أي قوة إقليمية أو دولية في التعامل مع الدولة الإريترية إلا بعد رضاء اثيوبيا وموافقتها، وقد لاحظنا ذلك خلال مشاركتها الفاعلة في تحالف صنعاء الذي ضم السودان واليمن للعمل ضد النظام الإريتري، ثم اختصاره عليها حاليا، ثم تبنيها لكل القرارات الدولية الصادرة في كل المجالات ضد إريتريا. إن وقوع اثيوبيا بين أكثر دول المنطقة هشاشة وضعفا الصومال وإريتريا، إضافة إلى السودان الذي لم يستطع أن يحقق الكثير إقليميا ودوليا، سيجعلها سيدة القرن الأفريقي بلا منازع، بل وشرق أفريقيا، وستزيد فرصتها في ذلك يوما بعد يوم إذا استمرت في بناء دولتها وتحقيقها للمزيد من الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي المتسارع. وخلال العقد القادم وبناء على ما يجري في جنوب المنطقة العربية والإقليم من إعادة صياغة للوضع العربي، ستظهر ملامح القرن الأفريقي الجديد بل وشرق أفريقيا الجديد الذي ستقوده اثيوبيا الحديثة إذا ما استقرت بعد انتخاباتها القادمة في 2020. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أغدس الدروب، من أغدس الدروب. يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب. لا زلت بين أضلعي نارا وفي دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كدمعة جديدة، وفي شعاع الشمس لونا زاهيا يسطع في تلالنا البعيدة. لا زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة، من أجل عينيك الحزينتين يا حبيبتي سيطلع النهار، من أجل أطفالك يا مدينة الصغار، من أجل أيتام بلاد الطاهرة النازلين خلف أسوار الحدود في خيام الذل والهوان. إريتريا يا وجعا يجول في صدورنا، يا شجرا ينبت في قلوبنا، يا مطرا يهطل من جفوننا، يا أجمل المعذبات في معسكر اللصوص القتلة. عصفورة أنت أراك بين قطاع الطرق، لكنني ما دام لي فيك دم وخنجر ونار وطلقة وبندقية ورأس حربة وثار، ما دام لي فيك شعاع مئذنة ومشتل ومرقد ودار، ما دام لي مستقبل فإنني أعود مثل طلعة النهار. أعود يا حبيبتي وفي يد السلاح، ومثل أمواج البحار يصعد الكفاح. وحين تستفزني مذلتي في وطن السليب، وحينما أشعر أني فارس مسمر في خشب الصليب، أكون يا إريتريا كأي نسر ثائر غضوب. وعندما أحمل بندقية أشعر يا إريتريا بعزتي، أشعر أني سيد في بلدي. وحينما يسوقني الكلاب للمقاصل، وحينما تهطل فوق جسد السياط كالقنابل، أحس يا إريتريا بأنني فجر وتاريخ وشمس وغد وسنبلة. وحينما أكون في القيود تشعرني إرادتي بأن أصير لغما يحطم الحصون والسدود، وأن أصير عاصفة تجتاح من تدفقوا من خارج الحدود. وعندما أموت يا إريتريا
بين يديك ثم أحيا مرة ثانية وأعرف الطريق. وحين يستقبلني الربيع بالورود والتحية يشعرني سعادتي بحاجة لأن أكون نار بندقية. إريتريا إريتريا يا جرحنا الراقد في عيوننا، يا وجع الرجال، لا تحزني يا زهرة الجبال، من المحيط للخليج كلنا فداك، فقاومي وقاومي وقاومي، غدا يطل الفجر في ذراك، وينزل السلام كالمطر، وتنبت الورود والسنابل الخضراء والشجر، وتنبت الورود والسنابل الخضراء والشجر. مستقبل بقاء النظام الإريتري في ضوء المتغيرات الراهنة، بقلم الأستاذ صالح أشواك، كاتب وناشط سياسي. كثيرة هي المتغيرات والتحولات السياسية التي حدثت في منطقة القرن الأفريقي، مما أوحى إن ثمة مشهد جديد قيد العرض بدأت تتكشف ملامحه منذ صعود الدكتور أبي أحمد إلى كابينة القيادة السياسية في إثيوبيا عقب أحداث دراماتيكية شهدتها إثيوبيا على المستوى الاجتماعي والسياسي، وحراك جماهيري غير مسبوق. وفي تماه انفعالي واضح مع نبض الشارع تسارعت وتيرة الإجراءات المنفعلة في ظل تعقيدات المشهد على مستوى التحالفات السياسية والقومية، وبرزت جملة من التحديات أمام الدكتور أبي أحمد، وصار إلى حل الأزمة الكبيرة بين إثيوبيا وإريتريا بشكل أثار الكثير من التساؤلات، وكأنما بالأمر كان بإعادة من أطراف داعمة لتصدره المشهد السياسي في إثيوبيا ودون ما حوارات استباقية. وتبدى ذلك في الصمت الإريتري الذي استمر زهاء الأسبوع قبل إعلان صاحب القرار الأوحد في إريتريا قبوله المبادرة. وفي تقديري إن الإعاز بقبول المبادرة كان أيضا حاضرا لدى الطرف الإريتري في إطار مشروع إقليمي أسند إلى الدكتور أبي أحمد، وبدا ذلك جليا في كل العبارات التي رددها الدكتاتور أسياس من قوله إنه فوض أبي أحمد تفويضا كاملا في رسالة واضحة على تقبله أن يكون شريك في هذا المشروع مقابل بقائه في سدة السلطة من خلال إخراجه من العزلة الدولية وفتح قنوات التواصل مع كل عناصر وأدوات المشروع في المنطقة. وبدأت الزيارة تطرأ إلى دول الإقليم بصحبة الدكتور أبي أحمد، مما يعني أن هذا السلام ليس نتاج رغبة ذاتية بين البلدين تستصحب مصالح شعبيهما، بل هو أمر فرض عليهم نتيجة ترتيبات يجب أن تتم في المنطقة في ظل صراع محموم تشهده وأزمات سياسية وحرب اقتصادية وحرب بالوكالة تديرها بعض الدول عبر توظيف أموالها. وقد تم إخراج سيناريو السلام المزعوم بطريقة تجعل الأمر وكأنما هو انتصار للطرفين، وحتى اللحظة المعطيات على الأرض تشير وبوضوح إلى أن الأمر كله تم في إطار المناورة بالتصريحات بين قادة البلدين. في إثيوبيا ما زالت تحتل الأراضي الإريترية وتتمركز فيها قواتها، وفي امتداد إقليم لديه تحفظات واضحة على كل ما يدور من تدبير وتجهيز للمسرح لمشاهد لا تدعو إلى أن تكون غير مقنعة. في ظل كل هذه الأحداث طرحت جملة من التساؤلات المهمة، ومنها السؤال المحوري: هل سيستجيب النظام الإريتري لاستحقاقات السلام عبر سلسلة من الإجراءات التي يبعث بها كرسائل للداخل والمجتمع الدولي بعد أن شهد النظام عزلة دولية وإقليمية جراء خلافاته مع دول المحيط الإقليمي، وكذلك لشركائه من صناع هذا السلام المزعوم حتى يجمل صورته على الأقل؟ لكن بل كل الأسئلة لم تجد الإجابات المنتظرة، وذهب النظام نحو مزيد من الإمعان في الإجراءات التي تصادر القرار الوطني عبر رهن إريتريا لدى دوائر الصراع في المنطقة حتى يستمر بقاؤه في السلطة في ظل انحسار قدرته العسكرية، وفي ظل ما تعاني منه المؤسسة العسكرية من استقطابات في الولاءات على مستوى الجنرالات الذين أصبح الدكتاتور يخطب ودهم كلا على حسب سطوته وقدرته. وكذلك ما تشهده إريتريا تنامي حالة الغضب الشعبي في مدنها وأريافها، وشهدت إريتريا في هذه المرحلة مزيد من هجرة الشباب الذي كان بالإمكان أن يسهم في بناء الدولة أكثر من ذي قبل. ولعل جملة من المتغيرات الدولية حيث ارتفاع وتيرة المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى الصين والولايات المتحدة في القارة الإفريقية، فإن الدوائر الغربية أضحت لا تكترث كثيرا بالقضايا الإنسانية والحقوقية لإنسان الدول القمعية، وانصب غالب جهده في الحد من تمدد الدور الصيني الذي شهد تناميا في الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية. والصين
دولة لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسانية بقدر ما يهمها ماذا تحقق من مكاسب، ولديها القدرة على التعامل مع أكثر الأنظمة فسادا واستبدادا طالما تستفيد منهم في إطار تحقيق مصالحها الاقتصادية. حفزت النظام نحو مزيد من الإجراءات التي تمكنه من بسط سطوته عبر أذرعه الأمنية التي تتشكل قياداتها من الدائرة القريبة إلى الرئيس أفورقي. الوضع في اليمن ودخول التحالف العربي في حرب مفتوحة مع الحوثيين كان واحدا من المكاسب للنظام، والتي وظفها على نحو يحقق مصالحه، وكانت متغير مهم في المنطقة بالنسبة للنظام. ولعل بعض المتغيرات التي راهن عليها النظام هي الأخرى تغيرت بطريقة دراماتيكية، وبرزت جملة من المعطيات الجديدة والمفاجئة له على خارطة المنطقة. وبطبيعة الحال المعطى الأول والأهم هو الموقف الجديد في إثيوبيا، حيث برز إلى السطح خلاف بين حليفي الأمس أبي أحمد من جهة وجوهر محمد من جهة أخرى، والأخير كان له الدور الأكبر في تثوير الشارع الذي جاء الدكتور أبي أحمد محمولا على مطالبه، مما يعني أن جوهر محمد يمتلك القدرة على تثوير الشارع الإثيوبي مرة أخرى على الدكتور أبي أحمد. وقد حدث هذا بالفعل، مما دفع أبي أحمد إلى ممارسة البطش الأمني ضد أنصار محمد جوهر. ولعل قوة ومركز الرجل وسط أنصاره تجلت في دفع سلطات الإقليم على إصدار بيان اعتذار على خلفية محاولة اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، حيث سارع حاكم إقليم الأورومو شميلس إبديسا إلى إصداره باسم الحكومة الحالية. أقدم أبي أحمد على كل ذلك ولم يمضي على تتويجه بجائزة نوبل للسلام أكثر من شهر، مما يشكل في معاييرها وبطبيعة الحال المستفيد الأول من هذا التدافع السياسي بين الطرفين هم خصوم النظام الإريتري التيغراي الذين أخرجهم صعود أبي أحمد من دائرة التأثير على مجريات الأحداث في إثيوبيا، بعد أن كان لهم الدور الأهم على خلفية قيادتهم إسقاط نظام منغستو وبسط الحكم على أساس لا مركزي في عموم إثيوبيا. وطبيعة العلاقة بين الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي ونظام البطش في أسمرة معلومة بالضرورة للجميع، حيث التربص والترصد هو الذي يحكم العلاقة بينهم. المتغير الأخير والمهم هو انتصار الثورة الشعبية السودانية التي أسقطت نظام البشير القمعي وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من أولى مهامها إنجاز السلام العادل ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، مما يعني سقوط رهان أسمر على تعكير صف الاستقرار في السودان، ابتزازه بالعامل الأمني، ورغم المحاولات الدرامية في إيصال رسائل من النظام الإريتري في لمسات إخراج استقبال الشيخ سليمان علي بيتاي على نحو يوصل رسالة إلى الخرطوم إنها حاضرة في المشهد، وربط ذلك بدعم إماراتي إلى أن الاستقبال الذي حظي به رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة السيد الأمين داود، والذي يمثل الشرق عبر منبر جوبا للسلام تحت مظلة الجبهة الثورية، قد جعل من التكهن في أن يلعب سليمان علي بيتاي دورا في الشرق لصالح النظام الإريتري أمر غير دقيق. كما إنه من المهم الإشارة إلى أن النظام الإريتري عبر اختياره الشيخ سليمان علي بيتاي عوضا عن جبهة الشرق، وربما يحدث بعض الهواجس بين حلفاء الأمس النظام الإريتري من جهة ومجموعة موسى محمد أحمد وأمن درار ومبروك مبارك من جهة أخرى، حيث رعت إريتريا اتفاقية سلام أسمرة والتي لم تتنصل منها حكومة السودان الجديدة كاتفاقية ملزمة للتعامل معها، ولكن ليس بذات الرموز السابقين الذين كانوا شركاء لنظام الإنقاذ، ولكن بوجوه جديدة من ذات مؤسسة جبهة الشرق، والتي ربما يتم إضافتها إلى منبر جوبا من أجل ضبط الاتفاق الأساس في أسمرة، والذي لم يطبق حرفيا في ظل استمراء رموز الاتفاق لحياة الدعوة والرفاهية التي تمتعوا بها من خلال شراكتهم مع الإنقاذ. على المستوى الإقليمي راهن النظام الإريتري على دور له عبر المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين ولو بشكل غير مباشر، ولكنه ظل يعتمد على المزايا التي تمثلها الموانئ الإريترية ولعب على وترها، ولكن فيما يبدو إن الحلفاء يفضلون ميناء عدن الذي يشكل أهمية كبرى على المستوى الأمني والاقتصادي، وتشهد الحرب بين طرفي الصراع مرحلة هدوء لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، وهناك ثمة مفاوضات غير معلنة بينهم، ونحن نرجح إنها ستمضي إلى نتيجة تحقق الهدوء ولو بشكل نسبي في ظل ما تواجهه إيران من ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية، مع إنها لا تتسم بالجدية علاوة على ما تفرضه عليها الثورات الشعبية في كل من لبنان والعراق، والتي تنذر بتلاشي دورها في المنطقة
مما يعزز فرضية قبول الحوثيين للتفاوض والخروج بأقل خسائر في المرحلة المقبلة. كما إنه من المهم أيضا الإشارة إلى إثر الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي فيما نفترض من مضي المفاوضات الغير معلنة إلى مسارات متقدمة. كل هذه الأسباب وغيرها والمتغيرات المتناقضة التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية وتشهدها الآن جعلت النظام الإريتري يعود إلى ذات منهجية المنطق الأمني في تصفية كل من يشك في ولائه وإلى مزيد من تشديد القبضة الأمنية، وعاد إلى ذات أساليبه القديمة البائسة في إطلاق الشائعات كمقدمة لإجراءات تعسفية قادمة. فنجد بعض البيانات المكذوبة عن محاولات اغتيال الرئيس تصدر من النظام كمقدمة لإلصاقها بمن يراد لهم أن يختفي أو يختفوا من المشهد، وكذلك الإعلان عن محاولات اغتيال بعض الجنرالات ربما لتصفيتهم أو تصفية خصومهم بعد نسب المحاولة إليها عبر تقارير استخباراتية كاذبة. المرحلة المقبلة سيعمد النظام إلى مزيد من الإجراءات التعسفية ضد كل مناوئ له في الداخل وبصورة همجية تؤكد فقدانه البوصلة في معالجة الأزمات إلى عبر الحل الأمني، وهذا مؤشر على إنها مرحلة بداية السقوط. المطلوب من القوى السياسية التحرك على كافة المستويات الرسمية والشعبية وعلى مستوى التواجد في المنصات الإعلامية لممارسة المزيد من الضغط حتى يسقط هذا الثور الهائج مغشيا عليه. تحياتي. هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.